فاكرين منتخب السويس؟ الفريق اللي كان بيهز الملاعب ويخلي الناس كلها تحترمه؟ لو مش فاكرين استنوا معايا. بس قبل ما نكمل ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب علشان نكمل السلسلة دي ونرجع بيها المجد اللي اتنسى. خلونا نبدأ. منتخب السويس مش مجرد نادي وخلاص، ده اسم تقيل. تاريخه بيرجع لسنة 23 لما تم دمج نادي اتحاد السويس مع السويس الرياضي، وفي الدوري المصري سنة 1948 كان هناك وسط الكبار، ومن يومها وهو ليه مكانه واسمه. وفي الثمانينات والتسعينات ده كان فريق يخوف بجد، بيخلي أي فرقة جاية تلعب ضده تفكر مرتين، وملعبه كان نار. الجمهور بيملى المدرجات، صوتهم بيهز الملعب، وأي فريق كان بيجي عارف إن يومه مش هيعدي بالساهل. اللعيبة انت بتتكلم عن اللالي اللي كان بيلعب وهو لافف منديل على راسه، وعبد السليم العمدة القائد، وخالد بيبو اللي بعد كده بقى نجم في الأهلي، كلهم طلعوا من هنا، من السويس. وجمهور السويس مش جمهور لقطة وخلاص، دول ناس عايشة الكورة، بتشجع وهي واقفة في الشمس وفي البرد، حب حقيقي بجد. بس زي ما بنشوف دايما، لما الإدارة تضعف والدعم يقل والإعلام ينسى الأندية الجماهيرية، اسم زي منتخب السويس يختفي من الصورة ويتحول لذكرى. لكن لسه في أمل ولسه في روح. ناس كتير في السويس بتحلم ترجع تاني تشوف فريقها بيلعب في الممتاز، عايزين إدارة تشتغل صح وجمهور يفضل ورا الفريق، وحلم بسيط نشوف المنتخب بيرجع مكانه الطبيعي. ساعتها هتفتكروا إن اللي اتنسى كان جامد بجد. ودي كانت حلقتنا من الفرق لما كانت فرق، وحكاية منتخب السويس المجد اللي اتنسى. لو عندك فرقة نفسك نحكي عنها سيب اسمها في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك علشان اللي جاي أقوى بكتير.